القاهرة اتقسمت تقريبا ل 120 حارة. كل حارة ليها باب كبير يفتح الساعة 5 الصبح يقفل الساعة 10 بالليل. كل حارة ليها كبير. الوصلة أو همزة الوصل ما بين الحارة والحكومة كان شيخ الحارة. كل حارة ليها كبير، وكل كام حارة كبيرهم ليه كبير، ففي فتوة وفي فتوة الفتوات. واحنا في شارع المعز في اخره خالص، لما بتخلص ال 1200 متر توصل لباب الفتوح، هتلاقي على ايدك اليمين كده قبة خضراء ومكتوب عليها مقام سيد الذوق. ده صاحب مثل الذوق ما خرجش من مصر. الذوق ما خرجش من مصر يعني ايه؟ معظم الروايات الشعبية بتقول ان الذوق دوت كان حد مصري من اصول مغربية، تاجر ليه كلمة، حكيم، فيلسوف، الناس كلها بتحبه وبتوقره، وكان كبير الفتوات. في وقت من الاوقات حصلت مشكله ما بين كذا حاره مع بعض، واقتتلوا وقتلوا بعض وبهدلوا بعض، وجابوه علشان يحكم ما بينهم. اللي حكم بيه وقع، ما نفذوهوش، ودوت اللي ادى ان السلطه تتدخل. السلطه اتدخلت، ده معناه وحش، ولغايه النهارده السلطه اتدخلت، فمعنى كده ان كبير الفتوات دوت مش قادر بكلمته وبحكمته يحل، فالحكومه من فوق هي اللي اتدخلت، فزعل واكتئب وقرر انه يمشي. بس هو ماشي، كان مش قادر يسيب مصر ومش قادر يسيب المعز، فهو ماشي هو على باب الفتوح قبل ما رجله تلمس بره، وقع مكانه مات. فقرروا ان هم يعملوا له القبر بتاعه في الضريح بتاعه في الجزء دوت ودفنوه. المصري من ايام مصر القديمه لغايه النهارده بيحب دايما بيعمل القيم الكبيره بني ادمين ويتعامل معاهم. يمكن يكون الذوق ما كانش بني ادم حقيقي، بس المصري بذكائه وبفطرته كان عايز يقول ان البلد دي اللي بيحكمها الذوق. البلد دي طول ما فيها ذوق بتتحكم وواقفه على رجلها. النظام الاجتماعي قايم على فكره الذوق، قايم على فكره الاصول. 1200 متر بتوع شارع المعز مع كل حجر فيهم بيعلمك حاجه بتخليك تقدر تفهم الجين المصري، وتقدر تفهم الفطره بتاعت المصريين، وتقدر تقرا تاريخهم وتحسه وتشمه